ملفات بوليسية. جثة في مزبلة السوق، الحلقة الثانية والأخيرة. لم تكن التحريات قد أحدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر 29 من يوليوز من العام 10 و2000. وجاء تدخل المفتش العربي الرغيوي الذي كان سيحال على المعاش خلال أشهر بنهاية العام 10 و2000 لتمنح التحقيق نفسا جديدا، فقد طلب إعادة الاستماع إلى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي. وبعدما طمأنه بحضور العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بأن اسمه لن يذكر، نطق السجين السابق بمعلومة هامة، إذ قال إن الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من 5 أعوام بعد إدانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس. كان الشاب يدعى خالد المرزقاني. وعلم المحققون بالعودة إلى سجله في سجن علي عموما أنه مزداد بنواحي ورزازات، وأنه بعد أن غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في رياض زيتون بمراكش. علم الباحثون أن المرزقاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه، أي في شهر مارس من العام 10 و2000. توجه المحققون إلى حي رياض زيتون بالمدينة العتيقة. كانت والدة خالد المرزقاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء. كانت المهمة التي تولى الإشراف عليها الضابط الممتاز أحمد البدريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد. لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليه. كان الضباط الذين أوكلت إليهم عملية المراقبة قد تعرفوا إلى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من إدارة السجن علي عموما. بعد 3 أيام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وأبنائها 3 منها. لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج. تبعه أحد الباحثين، توجه إلى زنقة الجزارين. هناك فتح باب منزل قديم. لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود الساعة 10 صباحا. وأثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين أن خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده، وأن ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة. لما خرج خالد توجه إلى موقف السيارات القريب. رآه الذي يقتفي أثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع. سجل الضابط أرقامها. كان طبيعيا أن يتم البحث في خلفيتها. تم عرض أرقام تسجيلها على المصالح المختصة، وتأكد أن السيارة في ملك خالد المرزقاني، وأنه اشتراها قبل 2 أسبوعين من رجل اسمه بوعز المنقوش يسكن في مدينة بنغري. كان على الباحثين أن يزوروا المالك السابق لرباعية الدفع. كان عنوانه مدونا في ملف السيارة. لما قابلوه علموا منه أنه باع تلك السيارة إلى خالد المرزقاني ب100,000 درهم، وأنه لم يسلمها إليه حتى أنهى إجراءات تسجيلها في اسمه. سأل أحد الضباط الرجل عما إذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا أم أنه دفع بواسطة الشيك. ضحك بوعز باستخفاف وقال إنه حين يتعلق الأمر بشخص لا يعرفه فإنما يصر على أن يكون الدفع نقدا. وإمعانا في التفصيل قال بوعز للضابط إن خالد أتاه بأوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة 200 درهم. استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز أحمد البدريسي، وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جريز أن اللصوص وكانوا 3 سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله 1,500,000 درهم. سأل الضابط الرجل عما إذا كان ما زال محتفظا بتلك الأوراق النقدية. ضحك بوعز مرة أخرى، قال إنه تأكد من سلامة الأوراق النقدية، وإنه أودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الآخر في المنزل لإدارة تجارته في السيارات المستعملة. طلب الضابط من بوعزة أن يأتيه بواحدة من تلك الأوراق، وأخرج من حافظة نقوده 200 درهم. قال له إنه يريد استبدالها. لم يمانع الرجل.
دخل إلى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل. لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الإقليمي مراد أبو العواطف، أبلغه بما وصل إليه ثم طلب منه أن يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها أوراق 200 درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليس. كانت المفاجأة كبيرة، لقد صار المحققون شبه جازمين بأن خالد المرزقاني واحد من اللصوص الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب. صار لدى المحققين أيضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الأوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة. تقرر القبض على خالد المرزقاني. جمع العميد أبو العواطف في مكتبه أعضاء فريق المحققين، وأبقى على المراقبة لصيقة بالمرزقاني. لقد بيّنت التحريات أن عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا، ولذلك فإن العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزقاني دون أن يعرض حياة أعضاء فريقه لخطر كبير. لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزقاني على سلاح ناري. تم تكوين 3 فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته. كان على الفرقة الأولى التي تتكون من 6 أفراد أن تحتل أسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزقاني في زنقة الجزاري. كان على الفرقة الثانية وتتكون أيضا من 6 أفراد أن تقوم بعملية مداهمة. كانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من 10 أفراد كان عليها أن تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في جوار المنزل. تم تحديد 6 من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزقاني. كان المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح ذاك 29 من غشت لما أخذت كل فرقة مكانها. في 6 تماما تم اقتحام المنزل. بوغت خالد المرزقاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها. لم يترك له مجال للمقاومة أو حتى الكلام. تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل. لاحظ الضابط الممتاز أحمد البدريسي وجود أكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي إسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل، وكأن أشغالا أجريت حديثا في المكان. نزع أحد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو، فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد. في إحدى الغرف داخل خزانة برية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليس، كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق. على الفور تم إبلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الإيجابية التي حققتها مداهمة منزل خالد المرزقاني. انتقل العميد أبو العواطف إلى زنقة الجزارين، كما حضر الوكيل العام للملك، وطلب حضور أفراد من مصلحة الصيانة بالعمالة، وصدر الأمر بحفر المكان الذي بدا وقد أجريت به أشغال حديثة. كان المرزقاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري. بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان. كانت جثة رجل في 30 من العمر، وكانت تحمل عدة آثار لطعنات بأداة حادة. بأمر من وكيل الملك تم إخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت إلى مستودع الأموات لتشريحها. سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي إلى أخذ بصمات الجثة، وتبين أن القتيل يدعى جليل العبدي، وأنه من مواليد مراكش في العام 81 900 وألف، كما أنه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن علي أمم بمراكش. علم المحققون أنه غادر السجن 10 أشهر قبل الإفراج عن خالد المرزقاني. ولإثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الأوصال في باب دكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين، تم أخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد، وأرسلت إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة. بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة أن الدماء تعود إلى خالد المرزقاني والحسين الخلوي وجليل العبدي. الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على 150 مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة. كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا آخر. أيقن المحققون
أن خالد المرزقاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة. لديهما الآن ما يكفي من الأدلة لتطويقه. مر خالد المرزقاني إلى الاعتراف، حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا إلى حيث هربه بعد أن طلق أمه. حكى كيف تركه للشارع ولقدره، وكيف احتضنته أوساط الجريمة في باريس، وكيف صار مجرما إلى أن تم ترحيله إلى المغرب. قال إنه بعد أن غادر السجن لأمم كان يقوم باعتراض سبيل مرة يسلب منهم أموالهم تحت تهديد السلاح. وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي واتفقا على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما. كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك. أخبره الخلوي بأنه يعرف موظفا في أحد البنوك كان من الزبناء المواظبين على إحدى الحانات، وكان سكيرا ثرثارا، وقد علم منه أن الرجل ما أن يشرب كأسا أو كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من أسرار. وقد علم منه أن كثيرا من الزبناء يسحبون أموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون أي إجراءات أمنية، ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ أحيانا 2,000,000 درهم. كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة. كان المرزقاني والخلوي بحاجة إلى ثالث يساعدهما، ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي، وكان رفيقا لهما في السجن، وقد اشترط عليه ألا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع. وافق. اعترف خالد المرزقاني بأنهم لما تمكنوا من سرقة المبلغ تولى إخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين، وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه. لما باشروا القسمة انقلب عليهما العبدي إذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما. اشتد النقاش وعلى الصراخ. نهض العبدي وتوجه إلى المطبخ، وكان أقوى الثلاثة بيوة. عاد وفي يده سكين. هددهما ولكنهما تصديا له. جرده خالد من مديته وصوب إليه طعنة قوية في البطن. هوى على الأرض يصرخ. قال خالد إنه خاف أن يفتضح أمرهم، فوجه إليه طعنات أخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت أنفاسه. لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه. كان الحسين الخلوي قد أصيب في يده بجرح عميق، كان يتألم يصرخ من الألم. دار في ذهن خالد أنه لو تخلص منه لآل إليه كل المال. لم يتردد، وجه إلى صاحبه طعنة في الظهر. بعد لحظات كان قد فارق الحياة. يحكي خالد أنه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس. لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة، مضى بها إلى باب دكالة وألقى بها في المزبلة. بقية القصة علمتموها. تم تقديم خالد المرزقاني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العام.